من بين الركام والأنقاض في جباليا في شمال قطاع غزة، ومن أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس، تتم عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال في إطار الدفعة الثالثة بحسب اتفاق وقف إطلاق النار. المقاومة أرادت أن تقول بأنها موجودة في كل القطاع في شماله كما في جنوبه، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، يتم خلال الإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل. اللي بدي أحكيه، دولة الاحتلال ارتكبت حماقة كبيرة عندما جعلت عملية التبادل تتم عبر مراحل، لأنه في كل عملية تبادل سينشغل العالم كله برسائل المقاومة التي تبرق بها في كل دفعة وبرمزيات المكان والزمان والشكل والهيئة والمظهر، وستظهر المقاومة بنجاحها وقدرتها بالاحتفاظ على هؤلاء الأسرى طوال 15 شهر من حرب الإبادة التي لم تستطع فيها إسرائيل من القضاء على المقاومة. كان بإمكان الاحتلال أن يتم عملية التبادل على دفعتين أو دفعة، لكن عدم التوفيق وسوء الطالع رافق الاحتلال مجددا. اليوم 12 من وقف إطلاق النار، والمرحلة الأولى لسه تبقى فيها شهر كامل. في كل مرة وفي كل دفعة سيتجدد المشهد، مشهد صمود الشعب الفلسطيني في القطاع ومشهد بقاء المقاومة.